جربي بقى البطاطس بالطريقة دي وانسي أي طريقة تانية. لذيذة وطعمة ومغذية وجميلة جدا، بتتحط وبتليق جنب أي أكلة، وبتبقى حلوة جدا كده كنوع من أنواع المقبلات، وهتبقى خطيرة في سفرة رمضان. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة جهزت كيلو من البطاطس، قشرت البطاطس وغسلتها كويس جدا، وهبدأ أقطعها كده مكعبات كبيرة بالشكل ده. يعني كل بطاطساية كده بقسمها وبقطعها على 4. بعد ما قطعتها بالشكل دوت بعيد غسلها مرة كمان، وبنزل فيها كده، بنزل بيها في حلة بالشكل ده. بعد كده بنزل عليها كده برشة من الملح أو معلقة صغيرة من الملح، وكمان بغطيها بمية سخنة مغلية كده بالشكل ده علشان تسهل إن هي تستوي بسرعة. برفعها على النار لغاية ما تستوي وتبقى طريه كده ودايبه معايا. بصفيها كويس جدا من الميه، وبحطها في طبق بالشكل دوت، وببدا اهرسها كده بالهراسه بتاعه البطاطس. وبعد كده بعيد عليها كده وبضغط عليها بالمعلقه بالشكل ده. هي كريميه خالص واتهرست معايا في منتهى السهوله، يعني ما خدتش وقت خالص طالما مستويه كويس. اهم حاجه كمان ان انا بصفيها كويس جدا من الميه. جبت بقى طاسه على النار، نزلت في الطاسه ديت بمكعب او معلقه من الزبده أو ممكن كمان السمنه البلدي يا جماعه، هتبقى حلوه قوي. وكمان فصين من الثوم المفرومين بالشكل ده. يا دوبك كده الثوم ريحته بتطلع والزبده كده بتبدا تدوب معايا او تسيح معايا، بنزل بكل البطاطس اللي انا هرستها بالشكل ده. بنزل بالبطاطس في الطاسه بالشكل ده. الطاسه طبعا بتكون يعني بحطها على نار هاديه خالص، يعني النار تبقى هاديه خالص، من النار ما تعليهاش نهائي. ببدا بقى اقلب البطاطس وادمجها كده مع الزبده والثوم. فصين الثوم دول بيخلوها كده حرشه وشهيه وطعمها حلو قوي. بصوا ببدأ اقلبها كده واضغط عليها كده بالسباتيلا علشان تبقى كريمية خالص معايا. يا دوبك كده بتتشرب من الزبدة والثوم بالشكل ده. طبعا النار هادية خالص. بجهز بقى نص كوباية من اللبن. نص كوباية من اللبن او نص كوباية من الحليب. نص كوباية كده بالشكل ده. بنزل بالحليب كده معلقتين معلقتين، مش بنزل بيه مرة واحدة. بنزل معلقتين معلقتين كده وابدا ادمجه واقلبه في البطاطس كويس جدا لغايه ما البطاطس تتشرب معلقتين الحليب دول كويس جدا. بتحسي بقى كانك مسويه البطاطس في الحليب، طعمها بيبقى حاجه تانية خالص. بصوا كل ما تبدا تتشرب الحليب ببدا انزل كده بشويه بشويه كمان. يعني نص الكوبايه دول بنزل بيهم كده على 4 أو 5 مرات، شويه بشويه كده، وادمج الحليب مع البطاطس واقلبهم بالشكل ده. بصوا كل مدى والبطاطس بتبقى كريميه خالص، ومش قادره اوصف لكم يا جماعه طعمها وريحتها بتبقى عامله ازاي، وما بتاخدش اي وقت. خطيره يا جماعه بجد، لو حطيتيها جنب اي وجبه بتتاكل هي على طول من جمالها. بصوا بنزل بالحليب كده شويه بشويه ازاي، وندمج كده بالشكل دوت. بصوا البطاطس بقى بتطلع لي المطه بتاعتها كاني حاطه فيها جبنه موتزاريلا. دلوقتي بقى هبدا انزل كده بنص معلقه صغيره من الملح، رشه من الفلفل الاسود، ورشه من الكمون، ومش عايزه اكتر من كده. وهنزل بقى ببقيه الحليب، وهنقلب بقى وندمج كله مع بعض كويس جدا. التوابل بشويه الحليب اللي كانوا فاضلين مع البطاطس بالشكل ده، وبقلبهم كويس جدا. بصوا البطاطس يا جماعه كأن فيها كريمه، والله طعمها خطير. يا سلام بقى لو عندك حته قشطه، حته قشطه كده من وش الحليب تحطيها كمان معاها، بتبقى خطيره. بصوا المطه اللي في البطاطس تجنن، ريحتها فظيعه. انا النهارده كنت عاملاها جنب عدس اصفر، شوربه عدس اصفر كده تدفي في البرد والسقعه دي، وعملت البطاطس دي جنبها. مش قادره اقول لكم قد ايه كانت خطيره طعمه جدا. يعني ما استنتش منها ولا حته. دلوقتي بقى كانت خلاص استوت وجهزت معايا. بنزل بيها كده في طبق التقديم بالشكل ده. تعمليها بقى جنب اي وجبه كده سهله وسريعه، ومش بتاخد منك وقت ولا مجهود، سهله وبسيطه ومغذيه، والولاد بيعشقوها. هبدا افردها كده في طبق التقديم بالشكل ده بالمعلقه. طبعا كنت حاطه معلقه كده من الزيت، زيت زيتون بقى او زيت عادي، على وش البطاطس بالشكل ده. وهعمل كده فيها خطوط كده بظهر الشوكه كنوع من انواع التزيين كده عشان تبقى شكلها حلو. مش قادره اوصف لكم والله شكلها وطعمها كمان حلو قوي، وسهله جدا وجميله قوي. دلوقتي بقى جيت على وش البطاطس كده هدي رشه من البابريكا، بابريكا مدخنه او بابريكا عاديه، بتدي شكل حلو قوي. وكنت بقى محمصه عيش كده او محمراه، علشان كنت عامله شوربه عدس اصفر، وحطيت كده زينت البطاطس كمان بالعيش المتحمر. خطيره يا جماعه خطيره.
اتمنى تجربوها، هتعجبكم قوي. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد، وشير كمان كتير للأصدقاء علشان الكل يشوف الوصفة وينفذها، وتعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.